بداية دكتور مجدي خليفة هو مدرس مساعد بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان، وهو من مؤسسي الجمعية العربية للفنون التطبيقية اللي كانت منذ نشأتها في 2000 من قبل الثورة، وهي بتساعد المصممين وبتقوم بدور يفوق اللي هو تقوم به النقابة وقتها، وده اللي ادى المصممين الثقة في الجمعية وخلته ينتخبوا دكتور مجدي من ضمن الأعضاء إلى أن انتخبوه من الصندوق. من ضمن التهم الموجهة لدكتور مجدي لم يتم ذكرها هو إنه بيعمل على تخويض مؤسسات الدولة. اللي يعرف دكتور مجدي سواء من الطلبة بتوعه أو من زملائه أو حتى من قرايبه وجيرانه، دكتور مجدي مش دي أخلاقه خالص. دكتور مجدي بيساعد الكل، يعني غريب أو قريب، متفق معاه فكريا أو مش متفق معاه، هو عمره ما رفض لحد طلب. في النهاية انه توجه له تهمة ان هو بيقوض مؤسسات الدولة وبيعمل على تعطيل القانون، دي حاجة عمر ما حد شافها فيه من ايام ما كان طالب، فدي كان شيء غريب جدا. دكتور مجدي لما اعتقل يوم 21/10 اعتقل من اسفل مقر النقابة. حتى يوم اعتقاله رغم انه كانت البلد تحت سلطات انقلابية كان بيؤدي عمله لخدمة المصممين انتخبوه، عمره ما تأخر يوم عن زملائه اللي وثقوا فيه، فيكون نتيجة ده انه يعتقل من قدام مقر النقابة وهو نازل بعد اجتماع المجلس الاعلى يعتقل من هناك. دكتور مجدي من 21/10 اعتقل، ظل يتم التجديد ليه 15 يوم لمدة 10 مرات، كل مرة ما كانش المحقق بيلاقي كلام يسأله فيه، فكان بيسأله أسئلة، يعني أسئلة واهية جدا. بتصلي فين؟ بتقرا لمين؟ مين بيصلي معاك؟ ما كانش أي حاجة عليها علاقة بتهم موجهة ليه، وما كانش فيه أحراز في القضية، وكل الموجود ضمن أحراز القضية هي تقرير الأمن الوطني. وطلب أكثر من مرة من النيابة العامة أنها تحوله المحكمة، وده ما حصلش. ده اللي خلاه إن هو يضرب عن الطعام بداية من 1/8/2014. بداية إضرابه طبيب السجن والمأمور ما رضوش يدوا ده خالص بطاقته الصحية. ده اللي خلى استدعى أهله إن هم يشتروا شرايط طبية من الخارج، وعمل التحليل مجموعة أطباء من المعتقلين معاه، ووجد في عينات في البول من الأسيتون، وده يدل على إنه مضرب عن الطعام. أكثر من مرة طلب من طبيب السجن إنه يثبت ده في بطاقته الصحية، رفض. الأسبوع اللي فات فقط تم الإغماء عليه 3 مرات، وفي مرة من المرات راح تماما من زمايله وحاولوا يفوقوه واعتقدوا انه توفي، وقعدوا يخبطوا بشكل كبير جدا على الباب ويطرخوا على بوابة السجن عشان حد يجي يلحقه، وهم قعدوا بعيد خالص. السجانين ما بيسمعوش فين وفين، لما بدأوا يقربوا ويشوفوه، ولما بدأوا يعملوا كان يعني خلاص كان في حالة سيئة جدا. علقوا له محلول جلوكوز شوية وبعدين رجعوه زنزانة تاني. دكتور مجدي مصر على انه يستكمل اضرابه، مش هيفكه الا لما يحصل على حقه، اما انه هم يحولوا القضيه دي للمحكمه ويتم محاكمه دكتور مجدي على مدار من 21/10 حتى الان سنه كامله ما بيحاكمش. كل مره بيتم تجديد ليه بتحقيقات، واحيانا بيروح هناك بيتم نقله من سجن استقبال ترى لنيابه التجمع الخامس دون اي حاجه، بيروح هناك ويقعدوا كده وقت ملوش لازمه ويرجعوا تاني. وفي كل مره بيطلبوا ان هم يرجعوا على طول من استقبال ترى للتجمع رايح جاي على طول، لكن العربيات النقل بترفض وبتحطهم ليله في مديريه امن الجيزه، بيقعدوهم ليله مع الجنائيين، وده بيضر بصحتهم اكتر. دكتور مجدي حالته بتزداد سوء كل يوم. دكتور مجدي حتى الان خس 20 كيلو، في حاله عيشه شديده جدا، وفي حاله هذيان واصفرار وجه. المفروض ان هو اخر عرض ليه كان 26/8. اول امبارح كان في طعن مقدم للنيابه علشان يستأنف على قرار التجديد بتاع 45 يوم، ورفض اول امس. واحنا نأمل انه ان السلطات تبص، يعني تنظر لكل المعتقلين المضربين على الطعام بانه الناس دي بتطالب بحقها، الناس دي بتطالب بعيشه كريمه بمعامله طيبه. ده اللي احنا نتمناه وده اللي احنا بنسعى عليه. وهو دكتور مجدي مش هيفك اضرابه على الطعام الا لما يحصل على حقيقته، اما انه يقدم المحاكمه او يتم الافراج عنه او يموت في سبيل حريته.